بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. قبل بس ما ابدا بالفيديو يا جماعة، الفيديو ده مهم جدا، وبطلب من حضراتكم يعني تشيروا الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد، لأن الفيديو ده بجد مهم. الفيديو ده بيتعلق بالثقة في النفس. يمكن احنا كلنا بنعرف ده، بنقول ده ما عندوش ثقة في نفسه، ده ما عندوش كذا، ده ما عندوش كذا، عارفين كل المواضيع دي. بس عايز اقول لكم على حاجة يا جماعة، يعني في الحياة عموما الموضوع وصل معانا لدرجة يعني يمكن أنا كنت بقيس الموضوع ده على نفسي بصراحة. لو حد قال لنا إنه أنا بحبك، وممكن يكون أعلى مننا من بحيث المال ولا الحياة الاجتماعية، يقول لك أنا بحبك، أنا مثلا معجب بيك مثلا. مش شرط يكون الإعجاب يعني اللي هو بين الولد والبنت، أيا كان، صداقة، صديق لصديقه، واحد ظروفه احسن منك كده، وكأنه بيقول لك يعني هو بيشكر فيك، شايفك في مكانة عالية جدا. بس سبحان الله، انت بتبص لنفسك، ده هو بيحبني، طب ده بيحبني عذرا، هو بيحبني، طب ده بيحبني ليه؟ طيب انا مين؟ هو ازاي يحبني وانا مش معايا فلوس؟ هو ازاي بيحبني وانا امكانياتي ضعيفه؟ شوف انت كل ده، انت اللي بتبني صوره ذاتيه عن نفسك. شوف الشخص التاني بيقول لك ايه. البنت برضو الكلام للاتنين، وبقول لك انا بحبك مثلا، انا بحترمك. شوف انت زارع ايه في نفسك عشان تعرفوا يا جماعه. والله العظيم بجد بجد الموضوع ده خطير. احنا اللي بندمر نفسنا بايدينا، احنا اللي بنهد ذواتنا، احنا اللي بنزرع الثقه، بنزرع عدم الثقه في انفسنا وليس الناس. بمعنى، هديكم مثال بسيط. انا مثلا قاعد مع اصحابي او شله كده معينه، ايا كان، مثلا في الشغل، في اي حته، واحد قال لي انت فاشل يا عبد الرحمن مثلا. هو اللي بيحصل ايه؟ على فكره احنا بشر يعني، واي حد فينا معرض يحصل له الموضوع ده. انا مش بتكلم في الموضوع ده، بس بتكلم، والفيديو ده مش جاي ان هو يطالب الناس دي يقول لا انتوا ضعيفه، لا، الفيديو ده جاي ان هو يذكرك ويعرفك يعني ايه ثقه في نفسك. يعني تبص لنفسك اولا، وتقطع الكلام اللي بيتقال. قال لك فلان انت فاشل، ايه اللي بيحصل؟ انت بتاخد الكلمه دي منه وتبني عندك افكار عن الفشل، افكار عن المواقف اللي انت عديت بيها، افكار عن الحاله اللي انت كنت فيها، افكار على ان انت مديرك في الحته الفلانيه قال لك انت كذا، انت كذا، انت كذا، انت كذا، انت كذا. لما بنيجي نقابل الشخص ده او نروح اي حته تانية، خلاص انت اتزرع في فكرتك، في فكرك يعني انت فاشل، انت مش هتعرف تعمل كذا، رغم انه لا اللي قال ده نبي ولا كلامه منزل ولا اي حاجه. ده انسان عادي جدا، حتى لو كان هو مين. قال لك انت فاشل، خد الكلمه، ولو انت عندك حاجات كتيره ناقصاك، حاول تاخد الكلمه دي بمعنى ان تحفزك بان انت تتحرك لقدام، مش ان انت ترجعك لورا. طب هو قال لي فاشل، طب سؤال معلش، طب هو مين عشان اقول لي كده؟ طب هي مين؟ طب هو مين عشان اقول لي انت مش مخلص مثلا؟ طب هو مين عشان اقول لي انت مش بتاع شغل؟ طب هو مين عشان اقول لي كده؟ خاطب نفسك بنفس الاسلوب ده. اللي بيحصل معانا يا جماعه بجد بجد، خلينا نتفق انه احنا عانينا في الصغر، في الطفوله، انا معاك، بس كبرت، فهمت، وعرفت انه الناس كلها واحد. اذا اختلفت الناس هتختلف في العقول وفي الثقافه، بس كلنا بشر. كلام الناس مش منزل، كلامي انا برضو مش منزل. وارد انت تقفل الفيديو ومش عاوز اسمعك، حقك، كلامي انا مش منزل. حلو.
امنت وعرفت ان احنا كلنا جايين لتجربة ارضية، مفيش حد فينا افضل من حد، بالعكس. بالعكس، موضوع التفاضل يا جماعة، حتى الانسان اللي بيبقى افضل منك في شيء لا يمكن انه يتعايب عليك ولا يقول لك انت فاشل ولا يقول لك انت ناقص ولا الكلام ده. قال لي انت فاشل، انت ما بتعرفش. كتير اتقالت لي على الفيديوهات اللي انا بعملها ومن ناس قريبه مني، يعني انت فاشل، انت كذا، انت كذا. هل ان انا ما اكملش؟ طب ما هو ممكن يكون عاوز يعمل الحاجه اللي انت بتعملها دلوقتي ومش قادر. ممكن يكون عاوز يتكلم الكلام اللي انت بتقوله مش قادر. ممكن عاوز اللي يلبس اللبس اللي انت بتلبسه مش قادر، ويسقط عليك احكام. لا، هو مين اصلا عشان خاطر يخليني مجرد اشوف الصبح ويقول لي كلمه ولا يكتب لي كومنت ولا يكتب لي اي حاجه؟ انا معاك انه احنا بيفرق معانا وان احنا بشر والقصه دي كلها، وانا معاك. بس انا جاي اطالبك، بقول لك النهارده مفيش حد حكم على حد. اللي يحكم عليك بس الله فقط لا غير. كلنا جايين للتجربه الارضيه. انا بتعلم منك وانت بتتعلم مني وانا بتعلم منها. والحياه بتمشي كده. تيجي تقول لي انت فاشل، انت ما بتعرفش. طب معلش، انت تعرفني منين؟ شفتني منين؟ شفت ايه اللي انا عانيته؟ شفت ايه اللي انا شفته؟ الحاجات كتيرة اللي انا مريت بيها. انت بغمضة عين، يعني اللي بيستقبل ده، انت بغمضة عين كل ده بتلغيه وبتقبل كده. لا يا عم، لا. هو مين اصلا عشان اقول لك كده؟ ولا يعرف ايه عن حياتك ولا يعرف. احنا اللي بيحصل معانا كده هو ده اللي بيعمل معانا الثقة في النفس. واي حد معرض، لانه انت هو قلب لك نور، انت استجبت للموضوع ده. انت ما بتعرفش، انت كذا، انت كذا، انت كذا، انت كذا. بنيت افكار عن نفسك بان انت فاشل، بان انت ما بتعرفش. بان انت رحت شغل كتير جدا، ما بتقعدش في الشغل ده. ما شافش انت بتدور على راتب، ما شافش انت بتدور على معاملة، انت المعاملة عندك احسن من الفلوس. حاجات كتيرة جدا. فانا في الحياة هسمع كلام كتير سلبي، هسمع كلام كتير يقول لي انت ما بتعرفش. يمكن انا فاكر في مرة كده كان تجربة لصديق معايا يعني، وكنا بنهزر يعني على التيك توك، ما ولا في محتوى ولا في اي حاجه. بس احنا كنا هو عامل صفحه على التيك توك وبنتكلم فيها باسلوب عام، بننصح الناس والكلام ده. سبحان الله، في اللي دعم قليل بصراحه. سمعت كلام كتير جدا، يعني الكلام كان بيتقال حتى بالهزار، بس هو جد بصراحه. كان يزعلوا منه لو شافوا الفيديو ده، بس دي حقيقه يعني. مش هكذب عليكم لو لا، ضايقت بصراحه. لانه انت بيخش عليك هنا بعيدا عن عبد الرحمن ولا اي حد صانع محتوى، بيخش معاك في حته انه انت بتبص ان هو بيحسدك، بيحقد عليك، مش عاوزك تتقدم. ودي حاجه بتزعل، خصوصا لو انت بتكون خطط عشم في الناس دول. اللي حصل ايه؟ عشان اقول لكم انا زيكم طبعا واقل منكم يعني. فرق معايا بصراحه. لكن والدي الله يديله الصحه يعني دعمني، قال لي كمل. ليه صديق برضو دعمني برضو وقال لي كويس وكده. لما جيت عملت فكره القناه بصراحه، لا، في ناس كلامها حلو، ولو في كومنتات مش حلوه برضو معلش مش بنظر لها لنظره خلاص انا هقفل القناه. لا، هو على راسي، بس انا هكمل برضو. خدت الموضوع ده في الحياه يعني. في الحياه برضو هو مين عشان خاطر يخليني اقف مثلا او اقول لي انت فاشل، او اقول لي انت ما بتعرفش، او اقول لي انت مش هتفلح في حاجه؟ لا والله، امنت يا جماعه بجد، امنت بجد ان احنا كلنا جايين لتجربه واحده.
وان الحكم الا لله فقط، هو اللي يحكم عليك. فلما حد يقول لك انت ما بتعرفيش، انت مش فالحه، انت ما بتعرفش، انت مش نافع في حاجه، خد الكلام ده بضحك، والله بجد اضحك، ابتسم كده. يا خبر ابيض انا ما بعرفش، صح كلامك صح، كبر دماغك. يمكن الموضوع وصل معانا يا جماعه لدرجه ان احنا والله بجد يعني عندنا، اصبح عندنا ان احنا ما فيش، يعني اصبح عندنا ما احنا ما نستحقش، زي مثلا الولد اللي هو عاوز يروح يلعب كوره مثلا، وهو اصلا خايف ان هو يقف حكم، مش انه يلعب كوره، هو خايف اصلا ان هو يقف حكم. فيقولوا له تعالى انت هنوقفك بعيدا عن يعني مش محتقر من حراس المرمى طبعا، في حراس مرمى عظام طبعا، بس بتكلم عن احنا زمان كنا اللي ما بيعرفش يلعب بنوقفه جون مثلا. وقول له يا خبر ابيض انت هتخليني اقف جون؟ مش هبقى حكم كمان، ده انا هبقى جون. يعني هو شايف حاجه كبيره جدا، يعني لو خلاك هجوم ولا خلاك نص ملعب انت هتعمل ايه؟ انا بحس ان احنا زي كده، يا خبر ابيض انت بتحبني؟ انت بتثق فيا؟ انت شايفني حاجه كبيره او للدرجه دي؟ يا وانا اللبس كويس، وانا ابتسامتي حلوه. والله بجد اصبح عندنا عدم استحقاق خالص. لا، عشان انت اصلا شايف، انت نظري، انت قليل في عين نفسك بجد. والله الموضوع لا ليه علاقه باكل ولا بشرب ولا بلبس ولا بلون ولا بمنطقه ولا ببلد ولا باي حاجه. الموضوع ليه علاقه بنفسك. انت شايف نفسك ايه؟ انت كبير في عين نفسك، هتكبر قدامي. والله العظيم بجد انا سمعتها من واحد، اقسم بالله العظيم حرفيا بجد، لو انت مش كبير في عين نفسك لا يمكن تبقى كبير في عين الناس. لو انت مش مهتم بنفسك لا يمكن تبقى الناس تهتم بيك. لو انت مش بتحب نفسك لا يمكن الناس تحبك. كله بيجي من عندك، كله بيبدأ من عندك، كله بيبدأ من سيادتك. والله العظيم هكرر 100,000 مرة، انت المحرك للمواضيع دي كلها. استحقاق، على ثقة في النفس، على نظرتك لنفسك، على ان انت تشوف كل الناس تجربة ارضية، كلنا واحد. بجد طولت عليكم في الفيديو ده، بس بجد لازم تعرف ان احنا كلنا جايين لتجربة واحدة، وانه الحكم الا لله سبحانه وتعالى فقط لا غير. فحب نفسك وما تديش فرصة لحد ان هو يخليك تفقد الثقة في نفسك، لانه هو بشر زيه وزيك، بيزعل زيك، بيتنكد زيك، بيتعب زيك، ما مش بيعرف يحلها، بتقف معاه فجأة، بيستعين بصديق، هو كده. وطلب يعني شيروا الفيديو ده بالله عليكم يا جماعة للناس، لأن في ناس كتيرة محتاجة تسمع الفيديو ده. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.